السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي النهارده غدانا معاكم بطاطس بالصوص الابيض بطريقه بسيطه. بنشوح الفراخ الاول في معلقه زبده او سمنه، وبعدين طبعا فراخ صغيره، وبعد كده بنزل عليها البطاطس مقطعاها زي الشيبس كده بس اتخن شويه. بنزل عليها البطاطس والبصل شرايح كده مع فص توم تتشوح برضو معاها بعد ما هي تحمر. وبعد كده بحط لها مرق او ميه سخنة، واحط لها الملح والفلفل. واسيبها تستوي، ممكن تحطيها في الفرن وممكن تخليها كده. وعاملة معاها رز بشعرية، وده غدانا النهاردة. اتفضلوا معانا، أكلة بسيطة وسهلة وحلوة في الحر اللي احنا فيه ده، بدل البصل مقوطة والحاجات دي، وقوطة غالية كمان. بس أنا طول عمري بحبها كده حتى لو القوطة رخيصة. بتبقى جميلة وليها ريحة جميلة كده وهي على البوتاجاز كده مع الثوم والبصل، ليها ريحة ما شاء الله جميلة. اللي عمره ما جربها يا حبايبي جربوها، وما تاخدش وقت. يعني انا الفيديو كله ما كملش دقيقة او دقيقة ونص تقريبا، ومخدتش على البوتاجاز برضو نفس الوقت ده. يا رب تعجبكم الطريقة دي، جربوها. كلها تشويحات، يعني الفراخ اتشوحت مع الزبدة ومع حبة زيت والبطاطس وكده كانت اكلتنا. اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا يا حبايبي البص الجميلة دي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، اللي ما عملهاش قبل كده يعملها. بطاطس خفيفة وطعمها جميل وما تشبعيش منها. اتفضلوا معانا الغدا، غدا جميل وبسيط. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.